لسه تلاقيهم بيدوروا على الهلال. يكون في علمكم سواء رمضان كان بكره ولا بعده، فاول سحور هيكون عندي واول فطار عندي. رمضان غالبا هيكون بعد بكره يا جماعه. استنوا علي شويه يا حسن. فإننا نزف إلى المواطنين بشرى بدء الشهر الفضيل، وعلى ذلك يكون الصيام باكر بإذن الله. اما اقوم بقى علشان السحور. لا انا قلت السحور عندي انا عندي حاجات فايضه هجيبها برضه تساعد. بس يا ريت يبقى سحور خفيف يا ماما. ايوه، خفيف احسن حاجه. لو تخس يا سيد بيه كلنا لازم نخس ودي فرصه. السحور جبنه وفول وزبادي بس. هو كده خفيف خفيف. اهم حاجه في السحور الفول، هو ده مسمار البطن. والزبادي انا بفضل اتسحر زبادي وبس، بيطري على القلب طول النهار. لا لازم تاكلي يا حبيبتي. ماليش نفسي يا ماما. ده بنت بر نفسك، انت صبحه صايمه. شويه شوربه من فضلك يا سلوى. انا اكلتي المفضله في السحور هي الشوربه. شكرا. وانا اهم حاجه عندي على سحور الجبنه، ممكن اعيش على الجبنه لغايه تاني يوم. اعمل لك ساندوتش يا حبيبتي. ما انا باكل اهو. يا ماما ما بتاكليش. يا بنت كلي هتجوعي على اخر رمضان هتبقي زي العصايه، على راي المثل جوعه على جوعه بقت زعزوعه. الحمد لله. شبعت كده؟ ما انت عارفاني احب ابقى خفيف. في مكرونه من الظهر، اجيب لك حته زي بعضه بدل ما تترمي. احط لك عليها صلصه، ويا ريت جنبها حتتين لحمه ملبسين كده. طب ما الطبق قدامك اهو، خد منه زي ما انت عايز. يا سلام، مكرونه شكلها حلو قوي قوي يفتح النفس. هات طبقك انا احط لك. كمال الله، ما تسيبيه الراجل سابح صايم. حسن انت هتتسحر جبنه بس يا ابني؟ خفيف. طب انا عندي فراخ عاملاها الظهر، تاخد واحده؟ ما يضرش. تعجبني، خد. انيسه، انت مش كنت عامله حمام محشي امبارح؟ فاضوا جوزين وجبتهم معايا هم، عاوزهم؟ لا، جوز واحد كفايه. طب خد يا اخوي، خد بر نفسك يلا. اجيب لك بالمره سلطانيه زبادي. زبادي ايه يا وليه؟ احنا هنلبخ على الاخر. بقول لك السحور لازم يبقى خفيف. الله، الحمام شكله مغري قوي. طب ما تاخد الجوز ده. لا انا هاخد واحده بس، لانه الحمام بيبقى حامي في الصيام. اعملوا حسابكم ان لسه في بيكاتا وملوخيه بالارانب ومحشي ورق عنب ودقيق باميه، ده غير الخشاف والكنافه وقمر الدين، كل دول لازم يخلصوا. ايوه بس ده يبقى كتير قوي. مش فاهمك. ده خفيف. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. طيب. أنا هروح أهني الزملاء والمديرين. مين يحب يجي معايا؟ يجي معاكم. طب يلا بينا. كل عام وانتم بخير يا اخوانا. هنروح نهني الزملاء والمديرين. مين يحب يجي معانا؟ كلنا. طب يلا بينا. كل سنة وانتم طيبين. يقعدها علينا بخير يا رب. ادخل. كل سنة وانت طيب يا كمال بيه. طيب يا كمال بيه. طيبين. اهلا. بعد اذن سعادتك عايزين نروح نهني السيد رئيس الشركة. بالعدد ده كله؟ ده لازم يزعل جدا لانكم سايبين اشغالكم ومكاتبكم ورايحين تهنوه. ده احنا مش هناخد غير دقيقة واحدة بس. اذا كان اكتر من كده لا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا بينا. ربنا يعودها عليك الايام بخير يا رب. انتوا عارفين عزمي بيه راجل ناشف. ايوه، مفهوم ولا لا؟ ما عندوش رحمه، شغل يعني شغل. حاضر يا فندم. حاضر ان شاء الله.
سنه وانت طيب يا عزمي بيه. عزمي بيه عزمي بيه دول موظفين الشركة كل أملهم في الدنيا إنهم يسلموا على سيادتك بمناسبة رمضان. أنا آسف يا جماعة، أصل الإنفلونزا مع البرد مع الصيام هدوا حيلي، وخصوصا كمان وأنا باخد مضاد حيوي. كان الله في عونك يا عزمي بيه. إيه ده كمان؟ الموظفين دول سايبين مكاتبهم وجايين هنا ليه؟ يهنوا بالشهر الكريم. التهنئة الجميلة اللي ترضيني إن كل واحد يروح يشوف شغله. إزاي الحال بقى لو كل الموظفين سابوا مكاتبهم وراحوا يهنوا بعض؟ تبقى مصطبة مش شركة يا فندم. أنا آسف. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا اساتذه يلا. اتفضلوا. ايوه وفاء، انا عزمي. ها، عامله لنا ايه على الفطار النهارده؟ انا واقع من دلوقت. اسمعي يا وفاء، ما تعملي لنا الضلع المحشي زي ما عملتيه المره اللي فاتت، بس كتري الليمون والزعتر. ها، وانت طيبه يا حبيبتي. انا هطلبك كمان شويه علشان اشوفك وصلت لحد فين في الضلع. وفاء، انا هسيبك دلوقتي عشان عندي شغل متلتل. مع السلامه يا حبيبتي. كام؟ اطلع بينا بقى على سوق الزلط. ليه؟ في واحد بتاع ترش بلدي هناك انا اعرفه كويس. هو لازم يعني ترش بلدي؟ امال يبقى صيام ازاي من غير ترش بلدي؟ لازم حاجه حرش عشان تفتح النفس. ما في بتوع ترش كتير في سكتنا. لا دول كلهم الترش بتاعهم اتقلت بركته، انما ده لسه بخيره. المعلم ابو ديل ده انا عارفه كويس قوي، ده عنده شويه ميه دقه انما شايفها. بس انا ما اعرفش اروح سوق الزلط ده. سوق انت وانا هدلك. ماما يا ماما ماما على بالي انت بقى ما تخلصي تقوير المحشي اكون انا رخيت الملوخيه على النار. ماما لسه فاضل كتير، انا جوعت قوي. ايه ده؟ ايه اللي بتاكليه ده؟ شوكولاته لقيتها في الثلاجه، قلت اصبر نفسي كده لحد ما الاكل يخلص. الله، انت مش صايمه؟ الحمد لله. ايه نسيتي؟ خالص كده اليوم راح عليا. ما دام نسيتي يبقى خلاص، دي الملايكه هم اللي بيطعموكي. معلش يلا روحي مضمضي بقك واستغفري وصلي العصر، ما فيهاش حاجه. يلا. إيه طب مش محتاجين اي مساعده؟ انت بتعرفي تعملي ايه؟ بعمل قطايف حلوه قوي، بس حد فيكم بقى يحضر الحشو ويحشي بيه القطايف وانا بقى ابقى اقفلها. كتر خيرك، مش عايزين النهارده يا ماما. مع السلامه. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بابا اشترى السوق كله. طبعا مش رمضان كريم، امال يبقى كريم ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا هتفضلوا واقفين كده زي تمثال نهضة مصر؟ ما تحطوا الحاجه في مكان. فين ننزل فين؟ خلوك تعالى يا اخويا. هات هات نزل هنا. هنا اهو. اهو. شوفي
انا جايب لك هنا سلطه الطحينه، وما تنسيش البصل الاخضر. طيب. انا جايب لك 20 حزمه. طيب خلاص. هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ 3:30. لسه بدري يا سيد. السلام عليكم. ايه ده يا كمال؟ ايه اللي جايبه ده؟ خدوا مني دول شويه فاكهه وعيش بقى سخن خالص طالع من الفرن بيفحفح، عجبني قوي. وليه بس؟ ما كل حاجه موجوده. ايه يا ستي، البيت واحد، بس اهم حاجه بقى البيكلز. ها؟ المخلل بالمستردة عشان يفتح النفس. ليه هو انتوا نفسكم مسدوده؟ الله يا هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ ياه، دي رابع مرة تسألني عن الساعة في ظرف 10 دقايق. معلش، اصل بس خايف لا المدفع يضرب وما ناخدش بالنا. ولا انت اللي بتتهرب من ال10؟ ابدا، انا بس هشقر على انيسه في المطبخ احسن تكون ناسيه حاجه. تبقى بتتهرب بقى. الله. بتعمل ايه يا سيد؟ سلطه. طب سيبها وانا اعملها. لا، ما تعرفيش تعمليها زيي. انا اجدع واحد يعمل سلطه في مصر. الله. وده ايه بقى اللي هتعمليه دلوقتي في الصينية دي؟ دي مكرونه بالبشاميل. مش عايزين زحمه علشان نعرف نشتغل. خيوب عليا، ما حد عامل السلطه غيري انا. احنا جايين علشان نساعد. السعاده الوحيده اللي ممكن تعملوها لنا انكم تهوونا شويه علشان نلحق نخلص الاكل قبل المغرب. صحيح، هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ تاني يا سيد بيه؟ سيد، عارف ايه في التلفزيون دلوقتي؟ إيه؟ فيلم بتاع اسماعيل ياسين، حماتي ملاك. صحيح وربنا؟ يا سلام، الفيلم ده بقاله يجي شهر بحاله ما نزلوش في التلفزيون. انا قلت فيه عطل فني ولا حاجه. طب اجري الحقوا الاول. طيب. كمال انت هتطول كتير هنا ان شاء الله. ما هو انا بصراحة بقى مش لاقي حاجة اعملها. لا، انا لقيت لك شغلانه كويسه قوي. شوف يا كمال، تروح شقتنا هتلاقي لسه قد كده اهو جنب التليفون فيها اسماء الناس اللي لازم نعيد عليهم بمناسبه رمضان. يلا زاول مهام وظيفتك الجديده. والله فكرة. الله. الرجاله في السن ده بتحصل لهم رده في المشاعر. ها؟ يعني بيصغروا من تاني. ايوه، بس يبقى همهم على بطنهم على طول. ما عشان كده المثل بيقول ان الطعام هو اقرب طريق لقلب الرجل. صح. واحيانا بيبقى اقرب طريق للقرافه. برضو صح. انيسه، يلا حبيبتي اعملي التقليه علشان نطشها على الملوخيه. صدق الله العظيم. لا استنوا. الله اكبر. الله. اتفضل. اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. تعملي ايه؟ عاوزة أسمع مسلسل الشرق الأوسط. هاتيه، أنا عاوزة أسمع المنصورة بتاعت مصر. يا مصر ميرسي. حيلك انا جايبه عشان اسمع مسلسل الشباب والرياض. هات الدولة يا حسن وخش هات واحد تاني. كنت